السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. يلا نشوف الأكلة دي النهاردة أنا هعملها ازاي. طبعا الأكلة دي هترجعني سنين السنين لورا، لأيام بحبها جدا جدا، أيام ما كانت والدتي ووالدي عايشين. الله يرحمهم ويغفر لهم، وأرجو منكم تترحموا عليهم وعلى كل ميت وعلى كل عزيز وغالي. الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. أنا النهاردة آه هعمل رز بطريقة كانت مامتي الله يرحمها بتعملها لنا زمان. أنا حطيت هنا معلقتين زيت ومعلقتين سمن. مش هنحطه سمن خالص علشان ما تبقاش تقيلة. احنا عايزينها خفيفة كده، لايت حلوة يعني. بصلاية محترمة اقطعها مكعبات، او تضربيها في الكبة لو تحبي، بس انا قلت هي بصلاية واحدة يعني مش محتاجة. هقطعها كويس او هخلصها وودي البصل تقليبة حلوة. مش هيتحمر، مجرد بس ياخد لون خفيف و... ونشوف هنعمل فيه ايه بعد كده. يلا بينا نصلي على النبي ونستغفر ربنا. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاستغفار سيد الدعاء. دلوقتي أنا هديها تقليبة كده، ومش هتاخد وقت، هي بس مجرد ما تبتدي تتحمر هنضيف لها طماطم. يعني اسمها تخديعة، بس تخديعة خفيفة شوية، يعني مش هخليها متسبكة قوي، لا هي لايت كده خفيفة، سهلة وبسيطة ومش مكلفة جدا. الأكلة دي مش مكلفة جدا خالص. أكلة مفيدة ومغذية، وفيها يعني زي ما بيقولوا كده كافة المواد الغذائية. فيها النشويات، فيها البروتينات، جميلة وحلوة. خلاص هي ابتدت ايه تتحمر. هسقط الطماطم تاخد غلوة ونملحها ونظبط الدنيا. انا عندي طماطم متفرزة، طبعا انا فرزتها معاكم قبل كده، بس انا مش هاخد الكمية دي كلها. لو هتعملي كيلو رز هتاخدي الكمية اللي قدامك دي، بس انا مش هعمل كيلو، انا هعمل على قدي انا والولاد بس النهاردة. طبعا هسيبها تفك، بس هملحها. كده كده انا هاخد نص الكمية، او يعتبر نص او اقل او اكتر. آه هحط لها الملح المناسب، يعني حطيت معلقتين كده حلوين ملح وفلفل. انا مش محتاجة ان احط اي بهارات تاني، لان لا، الرز ده يعتبر زي رز السمك، الرز السمك الاسكندراني، لان في اسكندرية بيعملوه بالطماطم. هنا ما بيعملوهوش بالطماطم. ف يعني عشان انا مش هعمل معاه سمك فمش هحط كمون، ومش محتاجة هنا غير الملح والفلفل فقط، مش بهارات عشان هي مش تخديعة. مش هحط بهارات يعني، هو ملح وفلفل بس. هتاخد غلوتها. انا كده قسمت الكمية، يعني خدت ازيد من النص شوية وزودتها مية. مش حابة احط شوربة. لو حابة تحطي شوربة براحتك، بس انا اكتفيت بالمرقة تعزز الطعم وبس. زي ما قلت لكم هو اكلة خفيفة، فمش حابة اخليها دسمة يعني. هياخد غلوة واسقط الرز ونشوف هنعمل ايه بعد كده. لو موجودة معايا لحد دلوقتي يا ريت تشرفيني باللايك والشير والاشتراك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بحبكم في الله، وبحب دايما وجودكم معايا. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفة دي. هنديله تقليبته ونغطيه ونسيبه يتشرب.
خلاص هو الرز ابتدى يتشرب، او يعني خلاص فاضل عليه اقل من دقيقة. فانا هعمل حفرة وهحط بيضة نية، يعني هكسر بيضة واحطها. بس كده انا عملت النشويات والبروتينات مع بعض. هعمل حفرة تانية واكسر بيضة تانية بحسب بقى الافراد الموجودين او الافراد اللي هياكلوا. بعمل البيض. انا بس عشان احنا 4 افراد، فانا هعمل 4 بيضات. اكلة خفيفة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص على النار، يعني اقل من نص ساعة. مجرد ما الرز بيتشرب، طبيعي احنا عارفين وقت الرز، مجرد ما الرز بيتشرب خلاص استوت وبقت زي الفل. كده انا حطيت ال4 بيضات. هغطي البيض بالرز واسيبه 5 دقايق يتشرب، او بمعنى اصح البيضة تستوي. ورجعت لكم تاني، يلا هشوفها بقى. شايفين البيضة استوت، طعمها حلو قوي. انا بعشق الاكلة دي، بتفكرني بوالدتي الله يرحمها. بنعملها في الايام اللي بتبقي زهقانة فيها من الاكل، زهقانة من الطبيخ، زهقانة من الاكل التقيل الدسم. اكلة بسيطة جدا 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 وخفيفة جدا 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 ومغذية جدا جدا. ما عملتش سلطة، هو بس شيبسي والمخلل، وكان الله بالسر عليم. أكلة جميلة وبسيطة وحلوة، يا رب تعجبكم ويا رب تجربوها. هشرب قهوتي واخد قعدتي وهقوم على مطبخي. بدعي لكل الستات ربنا يقويهم على المطبخ وعلى المواعين. يلا بينا نروح للمواعين ونشوف هنعمل معاها ايه، عشان منظر الحوض زي الفل. يلا معايا دلوقتي. ده الحوض، ودي نص المواعين. عايزه اقول لكم النص التاني على البوتاجاز. بصوا بقى، انا فيا ده، انا مش عارفه ده كويس ولا مش كويس. انا بحب اشطف المواعين قبل ما اغسلها. الناس بتقولوا انتي بتضيعي وقت، ما فيش مشكله، بس انا بحب اغسل المواعين وهي نظيفه. عامله زي غساله الاطباق، لازم تغسلي المواعين قبل ما تغسليها في الغساله، يعني هو كده. انا بس بشطفها من اي دهون، اي بواقي اكل، والمعالق وكل حاجه بغسلها واخرجها من الحوض. مش اغسلها يعني، بشطفها كده بس، واصفي الصفايه واغسل الحوض. اهم حاجه عندي ان انا اغسل الحوض. ليه؟ لان انا بصب المواعين واحطها في الحوض. انا شايفه ان يعني الحركه اللي انا بعملها دي موفره بالنسبه لي. في ناس تغسل كل طبق تغسله وتشطفه، كل معلقه تغسلها وتشطفها. لا يعني مش حباها. انا بغسل الحوض بتاعي كويس جدا، واصبن اصبن اصبن. وعندي ليفه طبعا للحوض، ليفه للبوتاجاز، وليفه تانية اللي بغسل بيها المواعين. بغسلها كويس، بغسل الحوض كويس من جوه كده ومن بره واظبطه، وبعدين اغسل المواعين واحطها في الحوض. هبتدي الاول طبعا بالكوبايات كده. الليفه بتاعتي دي بتاعت المواعين، هبتدي اغسل الكوبايات. اول حاجه بحب كده يعني، حابه اكلمكم النهارده في موضوع مهم جدا جدا والله. بالنسبه لكل القنوات اللي زيي، اللي لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه بتدور على اول قبض ليها من اليوتيوب. دلوقتي في مبادرة الشمول المالي، اي حساب ممكن تفتحيه بيتفتح ببلاش. انا قبل كده رحت وطلبت افتح حساب بيقبل التحويل من الخارج. قالوا لي لازم تحطي $200. فسبحان الله، يعني انا احط $200 عشان اقبض $100؟ فده زي الفل يعني.
لكن حاليا المبادرة دي بتخلي فتح الحسابات ببلاش، واهم حاجة واحسن حساب بيتفتح في الحالة دي حساب التوفير. وكده كده حساب التوفير بيقبل التحويل وبيقبل الحوالات الخارجية. كده انا بغسل الكوبايات، بشطفها كويس. كارما بتحلم. ماشي حاضر. كنا وقفنا فين؟ عند الحساب اللي بيقبل التحويل من الخارج هو حساب التوفير. عايزة اقول لكم بقى ان كل بنك ليه نظام. يعني هنقول مثلا البنك الاهلي، بنك اسكندرية، بنك مصر، كل بنك وليه نظام. تمام. لكن ان يبقى بنك مصر الفرع اللي في اسكندرية ليه نظام، والفرع اللي هنا في شبرا ليه نظام، والفرع اللي على الكورنيش ليه نظام، والفرع اللي في مسترد ليه نظام. ايه ده؟ ايه العذاب ده؟ يعني الواحد طلعان عينه في القناة وفي الشغل وفي الفيديوهات وفي التصوير وفي ان انتي تدوري على الربح منين، وانتوا كمان تغلبونا في ان احنا نقبض. طب ليه بجد والله؟ يعني متعب. البنوك متعبة. بنك يقول لك حط 200 جنيه، بنك يقول لك حط 300 جنيه، بنك يقول لك فتح الحساب ببلاش لكن لازم تسيب فلوس في الحساب. بنك الإسلامي بيتعامل بمعاملة، العادي بيتعامل بمعاملة. ماشي. بس يعني واحدة جاية النهاردة عميلة كانت قبل مني، روحت على انها طلبت منها 300 جنيه، لازم تحط 300 جنيه في البنك. طب ليه؟ في الحساب يعني. طب ليه لازم احط ال 300 جنيه؟ هو كده لازم تحطي. طب ما هو فتح الحساب ببلاش. لا، مشيت والله العظيم، مشيت وصعبت عليا. انا ولله الحمد، الحمد لله، يعني كنت عامله حسابي، لان واحده برضو صاحبتي حبيبتي قوي منى قالت لي ده ان هي حطت 200. انا قلت بقى ايه يعني، اخد بزياده، وسبحان الله الحمد لله كفت يعني. والحمد لله فتحت الحساب. بس حابه اقول للبنوك يعني الله يسامحكم، ان واحده تروح مكسور خاطرها علشان حاجه زي كده انتوا ما طلبتوهاش من الاول، لان من الاول هم قالوا بالبطاقه بس. يعني الحمد لله على كل شيء. وكل ده وانا لسه بغسل المواعين. يعني يرضيكوا كده؟ عايزه اعمل جمعيه واجيب الغساله، بس برضو مهما كان ما انا هغسل مواعين قبل ما احطها في الغساله. يعني وجع قلب من كل ناحيه على الله. حابه اقول لواحده حبيبتي قوي، انتي وحشتيني انا طبعا بالاخص، وحشتيني جدا. وبناء على عدم ظهورك ما بيظهرش برضو معاكي ناس برضو عزاز جدا على قلبنا، وحشونا وبنحبهم، بس هما مش بيظهروا غير معاكي. دنيا بلوك انتي وحشتينا جدا، وربنا يشفيكي ويعافيكي ويتم شفاكي على خير. ووحشنا بابا علاء طبعا، وحشتنا مريتا وغادة ودكتورة فوقية. منى حبيبتي انا بشوفها على طول. ناس كتير وحشونا ما بنشوفهمش غير معاكم. يا رب ترجعوا لنا بألف سلامة. وحابة أسلم ومسي وصبح على الحبايب اللي ما بقوش موجودين دلوقتي، مستنيين رجوع الغالية دنيا بلوك، غادة، أم ريتا حبيبة قلبي، عمو علاء اللي وحشنا قوي قوي قوي. يمكن علشان أنا ما بنزلش فيديوهات ما بشوفوش، بس برضو وحشني. دلوقتي أنا بغسل الصفاية عشان بس تبقوا عارفين. لازم أغسل الصفاية اللي هي تحت الصفاية، يعني المطبقية اللي بصفي عليها المواعين، لازم أغسلها كويس وأغسل الحوض
ونظبط الدنيا ونظبط حالنا، ونقول لكم شرفتونا ونورتونا. ولو موجودين معايا لحد دلوقتي يا ريت تشرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت يا ريت يا ريت كلنا ندعي لكابتن محمد بالشفاء، ربنا يشفيه ويعفي عنه ويرفع عنه اي بلاء، وربنا يشفي دنيا ويشفي كل مريض، يا رب يشفي كل مريض، ويغفر ويعفي عن كل متوفي. وحشتونا وحشتونا وحشتونا، يا رب ترجعوا لنا بألف سلامة وبكل خير. وحابة أشكر كل حبايبي اللي وصلوني للفرحة اللي أنا فيها بإني أعمل حساب في البنك علشان أقبض من اليوتيوب. طبعا من أول الناس اللي اتعاملت معاهم طبعا الشيخ رمضان وماما جويرية وعمو علي وطبعا بابا علاء ودنيا وموريتا وغدا شوقي كل حبايبي، طبعا بالإضافة لأصدقاء الكفاح، أم كريم، منى إفريدي بوزك، مطبخ مشمشة، شيماء عبد الجواد، مش حابة أنسى حد، بس فعلا فعلا كلهم حبايبي وكلهم بحبهم. بوسي شانل، وطبعا مش عارفة، مش عايزة أنسى حد، وذاكرتي مش جايبة كل الناس. دكتورة فوقية، أسماء، ناس كتير ساعدوني ووصلوني وقفوا جنبي. منساش مثلا في لايف أنا مش عارفاه كانت عزة أبو سعدة بتساعدني، يوميات زيزي ومحمود، ناس كتير بحبهم وبشكرهم. وأشوفكم إن شاء الله إن شاء الله مع أول قبض من قبض اليوتيوب. نورتوني شرفتوني وكترتوني. أشوفكم على خير في فيديو جديد. بس حابة قبل ما أمشي أوريكم الشكل النهائي اللي دايما برتاح له جدا 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 بعد يوم شاق. الشكل الجميل ده إن يبقى الحوض فاضي والمواعين كلها مغسولة. طبعا أي ست في مكاني عارفة قد إيه الشكل ده بيبسطها وبيريحها نفسيا جدا. أشوف